مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل سلطة الزبادي. تعالوا نشوف المقادير. دول تقريبا كيلو الا ربع زبادي، 750 جرام. لو ما عندناش العبوات الكبيرة دي ممكن نقيسها بالعبوات الصغيرة. حوالي معلقتين كبار زيت زيتون، ربع كيلو خيار اي نوع، وممكن هنا نضيف نص قرن فلفل حار، وحوالي 100 جرام فلفل رومي. دول تقريبا معلقتين كبار متقطع صغير قوي. نص معلقة صغيرة نعناع ناشف، طبعا ممكن نعناع اخضر بس ننعمه قوي، ممكن نستبدله بالريحان وبرده لازم ننعمه كويس. فصين توم مطحونين ناعم، شوية بقدونس هرشهم في الاخر، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة ملح. تعالوا نشوف الطريقة. هبتدي الاول ابشر الخيار ومعاه الفلفل. هستخدم ناحية المبشرة اللي هي فتحاتها واسعة. هبشر الاول الفلفل. طبعا مش لازم استعمل الجزء كله، يعني كفاية شوية صغيرين عشان ما يبقاش سبايسي قوي. والخيار بعد ما بشرته هعصره بايدي كده، لان لو حطيته بالمية بتاعته هيخلي الزبادي سائل قوي. طبعا العصير ده ما يترميش، ده طعمه حلو جدا ممكن يتشرب. بعد كده هبتدي اخلط المقادير. على الخيار هحط الثوم والفلفل والملح والنعناع والفلفل الاسود والزيت حوالي معلقتين كبار، وبعدين اقلبهم كويس الاول قبل ما احط الزبادي. وبعد كده احط الزبادي واقلبه كويس. بعد ما اقلبه اشوف الملح، انا حاسه انه محتاج شويه، هزود شويه ملح. طبعا الملح ده حسب الرغبه. الزبادي اللي انا استخدمته زبادي كامل الدسم. كده خلص وملحه حلو. ممكن هنا اغطيه واشيله في التلاجة يقعد لحد 3 ايام، او اقدمه على طول. وبيتقدم بالشكل ده. طريقته بسيطة وسريعة وسهلة جدا. حاولوا جربوها وان شاء الله تعجبكم.